ركز معايا عشان هقولك على خبر حصري محدش قالهولك قبل كده. عزيزي المشاهد، مهاجم جديد في النادي الاهلي، مهاجم مرشح ان هو يكون اهلاوي في الميركاتو الصيفي. هو مين؟ هو لاعب اسمه سفيان بن جديدة، مغربي عنده 24 سنة. كان في الرجاء المغربي وبعدين احترف في الدوري البلجيكي، ولكن ما قدرش يتأقلم في الأجواء هناك، ثم رجع لنادي المغربي الفاسي. ده مرشح ان هو يكون اهلاوي في الميركاتو الصيفي. ارقامه فاجئتنا كلنا، وارقامه فاجئتني جدا جدا جدا. انت متخيل؟ لعب 17 مباراة واحرز منهم 15 هدف وعمل 2 اسيست. ارقام حلوه بسم الله ما شاء الله، ماكينه اهداف. انا شفت له فيديوهات، لاعب جامد جدا جدا جدا، مرشح ان هو يكون اهلاوي باذن الله في الميركاتو الصيفي. طيب المغرب الفاسي عايز فيه كام علشان يسيبه للنادي الاهلي؟ 2 مليون دولار. 2 مليون دولار. ولكن هذا المهاجم شاغل بال المسؤولين في النادي الاهلي. المسؤولين في النادي الاهلي معجبين بيه جدا جدا جدا. ماكينه اهداف، ماكينه اهداف بمعنى الكلمه. طيب هل ده بس اللي موجود على ترابيزه النادي الاهلي؟ لا، في 2 كمان. واحد اسمه تيميروف بيلعب في اربيل العراقي، جنسيته اوزبكستاني، عنده 27 سنه، لعب 28 مباراه، سجل 23 هدف وعمل 1 اسيست. خلاص، هذا المهاجم مهاجم مجاني، فري، مش هيكلفك غير مرتبه فقط. قيمته التسويقيه 600 الف يورو. طيب التالت ده اسمه تقيل قوي. تاويندا ماسون هايس من زيمبابوي، وبيلعب في الدوري الاسكتلندي في نادي مزرويلا الاسكتلندي. بيلعب مهاجم وجناح يمين، ولعب 41 مباراة واحرز 22 هدف منهم. هو اقل واحد فيهم من حيث الارقام. وقيمته التسويقية 3.5 مليون يورو. قيمته التسويقية كام؟ 3.5 مليون يورو. دول الثلاثة اللي دلوقتي موجودين على ترابيزة النادي الاهلي. هل في تاني هيترشحوا للنادي الاهلي؟ في ولكن الثلاثه دول دلوقتي مفروضين كده على ترابيزه النادي الاهلي خلاص. ولكن اكتر واحد شاغل بال المسؤولين في النادي الاهلي وعاجب المسؤولين في النادي الاهلي هو سفيان بن جديده. بسم الله ما شاء الله. انا بقول لك لعب 17 مباراه واحرز منهم 15 هدف. انا شفت له فيديوهات، حاجه بسم الله ما شاء الله، ماكينه اهداف وحاجه حلوه جدا 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 جدا. انا اتمنى ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. طيب خد معايا الخبر ده. مستر يستروب هيحصل جلسة ما بينه وما بين كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر ياسين منصور، ووكيله هيكون موجود في هذه الجلسة. ليه؟ علشان إدارة النادي الأهلي زهقت، عايزين يمشوا تروب بسرعة خلاص عشان يلحقوا يجيبوا مدرب علشان يختار معاهم الصفقات، علشان ما يجيش على صفقات الاهلي عاملها ويقول لك ايه بعد كده؟ اه والله الاداره هي اللي جابت الصفقات دي. لا، امشي تروب بسرعه عشان اجيب مدرب يختار معايا الصفقات، يقول رايه في الصفقات. فالنادي الاهلي هيقعد مع مستر ياسر روبي يوم 21 او 22 بالكتير هذا الشهر خلاص، علشان يوصلوا لحل وكل واحد يروح لحاله. طيب ده بخصوص مستر ياسترو. طيب تعالى بقى اقول لك على حاجه في التعاقدات. كابتن سيد عبد الحفيظ قال للاستاذ عصام سراج مدير التعاقدات الجديد بالنادي الاهلي، قال له هات معاك 3 مساعدين تكون انت اللي مختارهم. واحد لقطاع الناشئين، 2 للبراعم، الثالث للكره النسائيه. قطاع الناشئين، البراعم، الكره النسائيه. هات معاك 3 مساعدين تكون انت اللي مختارهم يا استاذ عصام. طب ليه الاهلي عايز يعمل كده؟ نفترض ان الاستاذ عصام سراج جاله عرض من الخليج او من اي مكان وقال لك انا همشي واسيبك. انت كنت سايب معاه مساعدين شربوا الشغلان وخدوا خبرات، اقدر اطلع واحد منهم مكان الاستاذ عصام. فالنادي الاهلي بيفكر في كده، فالاستاذ عصام هيختار 3 مساعدين. طيب اجي لك بقى في حته السكاوتنج. كابتن سيد عبد الحفيظ قال للكابتن محمود الخطيب
ومستر ياسين منصور ما تقلقوش انا اتفقت على كل حاجه مع الكابتن انيس بوجلبان. ايه قال لهم ما تقلقوش انا اتفقت على كل حاجه مع الكابتن انيس بوجلبان، على الرغم من ان في كلام كتير اتقال وفعلا الاتحاد التونسي لكرة القدم مش عايز يسيب انيس بوجلبان، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ قدر يقنعه. قال لهم ما تقلقوش انيس بوجلبان معانا. انت متأكد يا كابتن سيد؟ قال لهم قال لهم خلاص. طيب مين هيكون معاه؟ في اسماء مرشحة ان هي تكون معاه زي احمد عز والكابتن محمود فايز، ولكن هم يعني مش عايزين الكابتن محمود فايز قوي علشان خاطر زملكاوي، تمام. والكابتن وليد صلاح الدين مرشح ان هو يكون مع انيس بوجلبان، ولكن برضه بيقول لك يعني هنظلمه من مدير كوره. السكاوتنج هيبقى الضغط عليه اكبر. والكابتن رضا شحاته. دي الاسماء المرشحه ان هي تكون مع كابتن انيس بوجلبان. هل في اسماء تانية ممكن تترشح؟ ممكن في اسماء تانية ممكن الاهلي يفكر فيها، ولكن دول دلوقتي اللي موجودين واللي الاهلي بيفكر فيهم. طيب عايز اقول لك بقى على حاجه بخصوص كابتن وليد صلاح الدين. كابتن وليد صلاح الدين اعتبره مشي. كابتن وليد صلاح الدين اعتبره مشي خلاص ده اكيد. طب مين هيجي مكانه؟ لسه الاهلي مش لاقي حد. انا بقول لك بصراحه لسه النادي الاهلي مش لاقي حد، تمام. كان الاهلي بيفكر في كابتن محمد شوقي، ولكن كابتن محمد شوقي مشكلته حاجتين. اولا هو مشي زعلان. تاني حاجه هو دلوقتي مدير فني لفريق زد، وعنده مباراه في نهائي الكاس يوم الاحد. فالمشكله هنا في ايه؟ ان الراجل عايز ياخد طريق المدير الفني، خلاص. ولكن الناس في النادي الاهلي شايفين ان لو الكابتن محمد شوقي موافق ان هو يكون مدير الكرة بعد كابتن وليد صلاح الدين، يا اهلا وسهلا. ولكن مشكلة كابتن محمد شوقي السببين اللي انا قلتهم لك دول، ان الراجل مش زعلان، وان الراجل برضو شايف ان لا، انا مدير فني. ولو زد كسبت الكاس خلاص اعرف انه صعب كابتن محمد شوقي يتنازل عن انه يكون حاجة تانية غير المدير الفني. صعب جدا جدا جدا، صعب جدا 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 ان هو يسيب منصب مدير فني. طيب وعايز اقول لك حتة كابتن علي ماهر دي يا جماعة استبعدوها. يعني كابتن علي ماهر دي استبعدوها تمام، مش هتحصل. لان الكابتن علي ماهر برضو مش هيكون مدير كورة، هو عايز يكون مدرب. هاجي النادي الاهلي هاجي فيه مدرب، لكن مش هكون مدير كورة. طيب بص بقى يا باشا، هجيب لك من الاخر سريعا كده في حاجة كمان. النادي الاهلي مش بيفكر في مدرب مصري، النادي الاهلي بيفكر يجيب مدرب اجنبي، مدير فني اجنبي، مش مصري. انا بقول لك اهوت خلاص. وبعد ما جمهور النادي الاهلي هاجم كابتن حسام البدري، خلاص تراجعوا عن ان هم يجيبوا كابتن حسام البدري مدير فني للنادي الاهلي. فالاهلي دلوقتي لا، انا بفكر ومن اي مدرسه، يعني من البرتغال، من المانيا، من ايطاليا، مش لازم. لان في ناس طالعه تقول لك لا ده الاهلي عايز مدرسه برتغال. لا ما يهمناش هو منين، يهمنا ان هو يكون مدرب كويس واسم تقيل، ولكن سيكون اجنبي مش مصري. طيب مروان عثمان اعتبره خارج النادي الاهلي. وخلي بالك عقد مروان عثمان ما فيهوش نية للشراء. من الاخر يعني ايه؟ يعني انت لو عايزه لسه تتفاوض فيه من اول وجديد. فحته ان مروان عثمان يكمل مع النادي الاهلي لا خلاص، والناس في النادي الاهلي مش مقتنعين يعني بيه قوي.
اشوفك على خير عزيزي المشاهد في فيديو قادم جديد باخبار جديدة. السلام عليكم.